عليكم حبايبي الحلوين. النهارده الفيديو بتاعنا بقى عن تسبيكة المحشي. يلا نجهز تسبيكة المحشي مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة نبتدي بالخضرة دي، ربطة شبت. شايفينها يا حبايبي اهو، دي ربطة شبت. طيب دي ربطة بقدونس، ودي ربطة كزبرة. نعرفهم منين؟ لو انت تبص كده انا حطيتهم جنب بعض اهو. اولا بالنسبة للون، ربطة البقدونس ده اهي هتلاقيها مخضرة اكتر من ربطة الكزبرة. ربطة الكزبرة لونها فاتح، اخضر فاتح. ربطة البقدونس اخضر غامق. طب برضو مش فاهمة يعني، برضو ما في وسط الخضرة انا مش هعرف افرق. بص معايا، ربطة البقدونس شايفة ورقتها عاملة ازاي؟ عريضة اهي، عريضة ازاي، والشرشرة فيها قليلة. دي ربطة البقدونس. خليكم معايا برضو. تعالوا نخش على ربطة الكزبرة، هوريها لكم اهو. هوريكم الورقة بتاعتها. بصوا معايا، دي ورقة الكزبرة. ورقة الكزبرة الورقة بتاعتها لها كذا فرع كده منفصل عن بعضه، والشرشرة بتاعتها كتيرة اهو. ادي البقدونس اهو، الاخضر الغامق ده ملتصق، الورقة بتاعتها ملتصقة في بعضها اهو. انا بنزل ايدي تحت العنقود اهو، ورقتها ملتصقة في بعضها اهي. ثانية واحدة افردها لكم الورقة اهي. الورقة بتاعتها ملتصقة في بعضها، وخط اخضر غامق حتى غير الريحة كمان. طيب نيجي تاني لورقة الكزبرة. ادي البقدونس خلاص خلصنا منه. اوري تاني ربطة الكزبرة اهو. اجيب لكم ورقة كده باينة اهو. بصوا معايا كده ربطة الكزبرة. بصوا معايا، ربطة الكزبرة ليها كذا 3 فتحات اهم. شايفينها؟ دي بتاعت الكزبرة اهو، والشرشرة بتاعتها كتيرة. تاني يبقى ربطة البقدونس اخضر غامق. ربطة البقدونس اهو بهزاها اهو، اخضر غامق. ربطة الكزبرة اهي اخضر فاتح. ربطة البقدونس عبارة ورقتها موحدة وعريضة اهي، موحدة وعريضة اهي. ربطة الكزبرة اهي، شايفينها؟ لها 3 اتجاهات اهي، في نفس العنقود بتاعها، وفيها الشرشرة كتيرة. تمام يا حبايبي؟ هعمل ايه؟ انت دلوقتي المحشي ربطة كزبرة اهي، ربطة بقدونس، ربطة شبت. طيب انت عايزة تزودي، في ناس بتحب الخضرة على المحشي كتير، حطي. انا عن نفسي بحب الخضرة كتيرة، فانا مثلا لو عاملة 1.5 كيلو رز بحط ربطتين كزبرة مع ربطة بقدونس مع ربطتين شبت. الخضرة للمحشي مش وحشة، فاهميني؟ طيب انت عايزة الخضرة متوسطة، كفاية من كل حاجة واحدة. واحدة بقدونس، واحدة كزبرة، واحدة شبت. ان شاء الله يا رب تعملي قد ايه رز، وتعتمدي ال3 ربط دول. عايزة تكتري منهم كتري، مفيش مشكلة خالص، المحشي ما يقولكيش لا. طب نيجي للتقطيع. بصوا معايا، انا طبعا قلت لكم انا عندي الجلانشة بصراحة، بس ما عدتش بحب استخدمها خالص، فركنتها بقالي مدة. هجيب بقى سكينة وتكون حامية، وانت لو عندك صينية مش عايزاها قطعي عليها. لو انت عايزاها خليها على ظهرها كده اهو، وقطعي عليها عشان السطح بتاعها الداخلي ما يتشرخش. شايفين العناقيد دي؟ برجع الربع لورا كده اهو، واقوم مقطعه بالسكينه الربع ده. طيب الخضره دي ما بتترماش، الناس اللي عندها طيور بتقطعها وتحطها للطيور. انت ممكن تفرشي بيها قعريه الحله. تمام، تعينيها ونفرش بها قعريه الحله، هتسند لنا الحله شويه. طيب يلا نقطع مع بعض. بصوا معايا كده، انا عايزه خرطك تبقى صغيره، ويا ريت الخضره قطعيها على اي حاجه، بلاش تعملي الحركه دي.
شايفين الحركة دي؟ بلاش على ايدينا والنبي كده، الحركة دي اهي، دي كده بلاش، لانك انت لسه، انا بكلم طبعا بناتنا الحلوين الامارات اللي اول مره يخشوا المطبخ. يا رب شبابنا المغتربين يتابعوني، هيستفادوا والله عشان يطبخوا لوحدهم وما يتذلوش لحد. شبابنا المغتربين ربنا يخلوهم لاهاليهم. ممكن السكينه تكون حاميه، فبصي صبعك ده انت بتركني عليه دايما في النهايه في السكين، هتلاقيه يقوم مشرخ من هنا اهو. شايفين الجلدة بتاعتنا دي؟ هيبتدي يقطع ويشرخ وممكن يتقطع كمان. ف تحسبا انا بعمل كده بصراحة، يعني انا من الامهات بقوم عاملة كده بسرعة، وبرضو انا بعاني من تشريخات السكينة فيما بعد. فانا بكلم بناتنا الحلوين اللي اول مرة يمسكوا السكينة ويخشوا المطبخ، بكلم شبابنا المغتربين اللي ينفعوا نفسهم ان شاء الله. تمسكوا عنقود الخضرة بايديكم الشمال وبالسكينة على حرف الخضرة اهو، ما تخشوش لجوه كده، لا انا عايزة حرف الخضرة كده اهو، علشان خاطر يبقى ناعم معاكم اهو. بصوا ممكن اجيب الشوية دول تحتية كده وينعموا اكتر اهو، وانا بدوس على التانيين اهو. اهم حاجه السكينه تكون حاميه. عندكم المسن تمام، ما عندكمش المسن والله احنا، انا ام كبيره على قديمه، بجيب السكينه وعلى حرف السلم البلاط بقوم عاملاها كده، امليها يمين وشمال كده كده اهو، لغايه ما تحمى معايا واقوم عاملاها كده على حرف السلم البلاط كده اهو، ويمين كده، وبغسلها واشتغل بقى تبقى حاميه زي الفل. طيب تاني اهو، على حرف الخضرة، ما تخشوش لجوه، انا عايزه الخضرة ناعمة جدا اهو اهو اهو. وكل مرة دخلوا دي كده اهو. طيب لازم تبقى في قصعة معاكم تحت ايديكم اهو، بقوم مدخلاها كده. طيب في حد يسألني هو انت مش هتغسلي الخضرة؟ مش المفروض نغسل الخضرة في الاول؟ عادي، ممكن نغسل الخضرة في الاول، بس برضه هترجعي تنقعيها، لان مهما تغسليها بيبقى فيها برضو بعض الرمل، بعض الطين، بعض الشوائب. انا بعمل ايه؟ بقطعها خالص، وبعد ما اخلصها بحطها في قصعة المية، وبايدي بصوا معايا، بايدي بضغط على الخضرة كده اهو، بضغط عليها لما املاها، طبعا انها تتملى خضرة دلوقتي، اضغط عليها وبعد كده اسيبها 5 دقايق 10 دقايق، اشيل الخضرة في مصفى تانية، وبعد ما اخلص الخضرة اللي هنا اللي في المصفى التانية ارجع اوديها اغسل دي واملاها مية تاني، وارجع الخضرة اللي حطيتها في المصفى ادلقها هنا. اعمل الحركة دي 3 4 مرات. تمام، انا هكمل بقى تقطيع الخضرة واخلصها وارجع لكم تاني. حبايبي الحلوين، بالنسبة للشبت عندنا في مشكلة، العناقيد دي انا لازم العناقيد ديت 3/4 اوديها لبره خالص، لان العناقيد دي لو دخلت في التسبيكه ما بتبقاش حلوه. بصوا معايا اعمل ايه، بخلي العناقيد ده اهي بزقها لبره كده اهو، بسويها كده اهو اهو، والعناقيد اللي نازله لتحت اطلعها لفوق اهو، اسوي كده الربطه. بصوا بقى معايا هنا كده، بصوا معايا، شايفين الخضره فين، الورق فين، والعناقيد فين؟ انا مش عايزه العناقيد دي خالص، العناقيد دي مش كويسه. اقوم 3/4 اهو، دخلت على حته من الخضر اهو، شايفين، واقوم ماسكاها. طبعا مفيش حاجه بتترمى، لان اللي عندهم طيور قلنا بتاخدهم تفرشي بيهم برضو الحله بتاعتكم. يعني عناقيد الخضره ديت كنز لكم، بتحافظوا على الحله منها. طيب ابتدي بقى اقطع الخضره زي ما احنا بنقول على حرف، بص الراس بتاعت الخضره على الحرف اهي، حرف الرفيع خالص. خلص تقطيع وارجع لكم. حبايبي اللي انا بقول لكم عليه، هشيل الخضره بالراحه كده اهو من على الوش اهي، اقوم اوديها في المصفى اهي بالراحه كده. بصوا معايا
الم الخضره بالراحه كده من على الوش واحطها في المصفى اهو. بصوا حبايبي الحلوين، انا شلت الخضره اهو. طبعا الميه دي هرميها، بس عشان ما اسدش الحوض بحطها جوه المصفى كده اهو، عشان ما اسدش الحوض. اعمل ايه؟ انا لسه بتكلم عن غسيل الخضره اهو. ماشي. اقوم جايبه الخضره اللي في المصفى اهي، احطها تاني هنا اهو. بعمل الموضوع ده كذا مره، حوالي 3 مرات بالكتير، بالكتير 4 مرات، ما يزيدش عن كده. شفت الحركه اللي عملتها الشيل والحط دي ليه بقى؟ علشان اتاكد ان الخضره اتغسلت، ما عادش فيها رمل، ما عادش فيها طين، ما عادش فيها اي حاجه. كل بين المده والمده حوالي 10 دقايق. ماشي. ما تزوديش عن كده، لان كتر الخضره بتقعد في الميه زياده عن اللزوم، تشرب ميه تبقى مش ورقتها مبتبقاش حلوه. 10 دقايق بين كل مده ومده. خلاص. هسيبها برضو 10 دقايق واكرر نفس الموضوع. انا قلت لك اعمليها 3 مرات بالكتير، بالكتير 4 مرات. نرجع تاني حبايبي، حبايبي الحلوين، يلا عشان بقى نجهز ايه التسبيكه بتاعه المحشي. بصوا حبايبي، المحشي بيحب 3 حاجات. زيت اهو، شويه زيت حلوين. انا مش مكتره المره دي ليه؟ هقول لكم ايه السبب، بس انا بقول شويه زيت حلوين. طبعا انت بتكوني مسخنه الحله شويه، تمام؟ دي تسخين الحله شويه دي بتساعدك ان الدنيا تنجز معاكي. السمنه دي يا حبايبي انا عامله فيديو عليها، سمنه من دهن الحيوانات. طبعا ولا اروع ولا اجمل شمخه وريحه، والفيديو موجود عندكم عشان تقدروا تحولوا من الدهن للسمنه. ادم طبعا المحشي بيحب شويه زيت حلوين مع معلقتين سمنه كبار هرميين كده. شويه زيت، يعني انا بقول في دايما ما نكترش من الزيت في الاكل بتاعنا، ما نكتر، بس المحشي بالذات بيحب الزيت الكتير. هتعملي بقى كيلو رز 2 كيلو رز، انا بقول لك شويه زيت حلوين كده من اللي يحبهم قلبك. معلقتين سمنه هرميين. تمام. طيب ادي اول حاجه المحشي بيحبها. المحشي بيحب ايه؟ البصل الكتير. تعملي مثلا ايه 4 بصلات على كيلو رز. هتزودي على كيلو رز من اول كيلو ونص وانت طالعه، خليهم 5 6 بصلات. مش كتير، لا مش كتير. المحشي بيحب البصل. بيحب ايه كمان؟ رقم 3 الثوم. ماشي. راس توم. لو هو كيلو رز راس توم وسط، هتعدي الكيلو رز يبقى راس توم كبيره. كمان يا حبايبي طبعا عندك 3 قرون فلفل، قطعهم تقطيع صغير. فلفل حار زي ما انت عايزه بقى، فلفل عادي ما عندكيش عادي ولا اي حاجه. طب شبابنا المغتربين الحاجه عندهم غاليه في الدول اللي بيشتغلوا فيها، مش هنقدر نعمل ال6 بصلات اللي بتقولي عليها، ولا حتى 4 بصلات اللي بتتكلمي عنها دي. حبايبي الاكل يتطعم باي حاجه، بصلتين كبار كفايه قوي، مفيش مشكله. الثوم عندكم غالي، كفايه 4 5 فصوص، مفيش مشكله برضو خالص نهائي. احنا بنحاول نكيف امورنا على حسب المكان اللي احنا فيه، على حسب امكانياتنا، على حسب الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه. تمام. انا عامله بصلايه صغيره ليه المره دي، وحته توميه، وحته الفلفل. بصوا كده في الحله اللي قدامكم دي تسبيكه جاهزه. الله، انتوا ما سبكتوش قدامنا. هقول لكم ايه السبب اهو. بصوا معايا كده عشان بناتنا الحلوين، لما يتبقى معاكي صلصه في كيسه، الصلصه اللي تتبقى حطها في كيسه واكتبي عليها محشي. معكيش فلوس مستعجله، يا دوبك تطلعيهم وتفكيهم زي ما انا فكيتهم كده. طبعا عشان انكهها، لان طبعا الحاجه لما تتحط في الفريزر يعني برضه مش زي ما بتكون طازه.
بعد ما اكلها بايه؟ بصلايه اهي كبيره احمرها. بس انا بعتبري الناس اللي هتعمل محشي على طول 4 بصلات كبار، هتزودي فوق الكيلو 5 6 بصلات كبار. شبابنا المغتربين كفايه عليكم بصلتين كبار. خلاص البصل هيتحمر تمام، ارجع لكم تاني. حبايبي الحلوين بصوا على النار من تحت كده، النار لازم تكون عاليه على البصل وايدك فيهم علشان ما يتحرقش. لو وطيتي على البصله تطرى منك. البصله عشان تحمر بسرعه وتبقى حلوه معاكي النار عاليه، توطي تطرى. ماشي يا حبايبي بناتنا الحلوين، طبعا عشان احنا معليين النار. طبعا انا علشان كبيره بستخدم المعلقه الصغيره، ورغم ان انا بتلسع بس عادي احنا اخدنا على السخونيه. طب بناتنا الحلوين اللي اول مره يخش المطبخ، معلقتك الكبيره، عارفين معلقه التوزيع الكبيره علشان تحمي ايديكي من لسعه النار والدخان. دي حاجه. بصوا بقى معايا، انا عندي هنا شوربه اهي مجهزاها عشان المحشي، شوربة فراخ، شوربة بطة، شوربة لحمة. ما عندكيش شوربة اعملي شوربة، هاتي شوية مية، اغلي المية، مرتة بصلة كبيرة وبصلتين، ملح فلفل كمون ودعكي، وارمي في المية المغلية. مرقة دجاج، بس بصوا معايا بقى ماما غدا عاملة ايه. دي مرقة دجاج انا عاملاها على ايدي في فيديو، انا عامله مرقه الدجاج. بصوا معايا هطعم الشوربه بمرقه الدجاج اهي اللي انا عاملاها. عايزه تحطي مرقه الدجاج في الصلصه حطي، مادام انت اللي عاملاها على ايدك. لان بصراحه يا بنات انا الدنيا ما عادتش امان، وما عادش فيه امانه لصناعه الحاجه، فنعملها على ايدينا. بصوا يا حبايبي، اول ما الاقي البصله بدات تخش في التحمير هدي النار، هدي النار. ادي التوم اهو بالدور كده تمام اهو. انت لما تلاقي البصله بدات تخش في التحمير هدي النار شويه، مش هتوطيها قوي، هديها. واقوم حاطه التوم اهو ياخد بس الشمخه بتاعته. حبايبي اعرف منين بقى ان التوم تمام يا ماما غاده؟ التوم بيطلع ريحه، مجرد ما تشم ريحه التوم اعرفي ان هو خد الشمخه. نحط الفلفل اهو اهو. طبعا الفلفل ده زي ما انت عايزه، عايزه تحطي 4 قرون 5 قرون حطي، عايزه تحطي قرنين حطي. في ناس بتحب المحشي حراق، حط قرن فلفل حراق، بس انا بصراحه ماليش في المواضيع دي يا حبايبي لانه بيتعب معدتي. انا بقول لشبابنا المغتربين مش عايز تحط فلفل ما تحطش، يعني ما فيش امكانيات عندك مش مهم، اهم حاجه حته البصلايه، واهم حاجه حته البصلايه والثوم. مش هتقدر تعمل راس الثوم الوسط، اعمل كام فص ثوم ودقهم بس. الدنيا ما بتقفش على حد حبايبي، الدنيا مش لازم الطبخه توقفيها علشان خاطر لا انا عايزه نفسي دي، لا والله الطبخ ده حب نفس. طول ما انت سعيده وبتحبي تجربي والله حاجتك هتبقى جميله، ومره في التانيه هتبقى استاذه ورئيسه قسم مع مرتبه الشرف. احنا ما بدأناش كده شاطرين، احنا ياما حاجات ضاعت مننا يعني باظت، بس بنستفاد وبنيأس. اهم حاجه ان احنا ما نيأس. بصوا بقى يا حبيبي، انا وطيت على النار لسبب واحد اتكلم معاكم. انا قلت لكم كان عندي تسبيكه جاهزه في الثلاجه، فيا دوبك بس بعمل لها الشمخه ديت لانها مش هتحتاج معايا تسبيكات. بصوا معايا يا حبايب قلبي، هوريكم شفشق الشفشق ده شفشق كبير. الخلاط اللي هو بيبقى ليه تعدد استخدامات. لو انت هتعملي كيلو رز يا حبايبي، او شبابنا المغتربين هيعملوا كيلو رز، لو عندك الشفشق الكبير ده كفايه عليه تملاه طماطم. انا هكلم بقى شبابنا المغتربين، كفايه عليك تملاه طماطم وتضربه اول ما يتملى لغايه هنا. طيب الطماطم هتبقى قليله،
معلقتين صلصة كبار واضربهم، حطهم على الطماطم وهي بتتضرب. واهم حاجة عشان نحافظ على الشفشق يا حبايبي، نحط شوية مية عشان تساعد على الضرب. تمامي. طيب افرض حتى بناتنا اللي اول مرة يتجوزوا، معلش الظروف مش كويسة، برضو الشفشق الكبير ده امليه طماطم واضربيه لغاية ما يوصل لغاية الحد ده. ولازم يكون عندك صلصة، معلقتين صلصة كبار هرميين حلوين كده ويتضربوا معاهم. واهم حاجة شوية مية للضرب. طبعا دي شفشق. طبعا لو انتوا بقى ربنا فارجها ومعانا طماطم والدنيا تمام، الشفشق ده على كيلو وربع رز. طيب انا هبتدي بقى من اول كيلو وانا طالعه. اعملوا شفشقين الا ربع، شفشقين الا ربع. هتزودي في الرز، هنقول 2 كيلو رز يبقى شفشقين الا ربع. حلو الكلام. طيب في شفشق تاني بقى عندي على قديمه بقى، كمان ماما قديمه بقى، المونوليكس اللي هو القديم الشفشق الصغير ده، ده على قديمه بقى، وبصراحه انا بستخدمه والله. الشفشق الصغير ده الكيلو الرز يا حبايبي هتعملوا منه شفشق ونص على الكيلو الرز ده، لو حالة الطماطم رخيصة على الكيلو الرز. وبرضو ما ننساش معلقة الصلصة، مفيش. طيب الطماطم غالية، اعملي الشفشق ده لو هو الشفشق الصغير ده عندك المونوليكس الأصلي، اعملي الشفشق ده وحط عليه 3 معالق صلصة هرميين. خلاص يا حبايبي، شبابنا المغتربين برضو لو عندك الشفشق الصغير كفاية عليك الشفشق دوت، وحط 3 4 معالق صلصة هرميين عشان تكتر لك الصلصة وتضربهم. خلاص يا حبايبي، ما ننساش وانت بتضربوا الصلصة او بتضربوا الطماطم معلقة سكر مسح كبيرة عشان دي بتشيل الحموضة. طيب هنعتبر يا حبايب قلب ماما غادة ان احنا ضربنا الطماطم. بصوا بقى كده، هنعتبر ضربنا الطماطم. انا طبعا قلت لكم عندي صلصه متسبكه يا دوبك، بس طلعتها تفك وبس بنكهها بالحاجات دي، اقوم حطها اهو. انا وطيت النار اهو. تمام. بصوا بقى معايا، انا هقلبها. هعتبر ان الطماطم دي لسه ما اتسبكتش. انا طبعا وطيت النار خالص عشان بتكلم معاكم. هحط ايه على الطماطم بقى والتوابل بتاعتنا؟ بص يا حبايب قلبي، احنا مش عايزين نكتر البهارات، المحشي لازم يكون له طعم وريحه. البابريكا كفايه نص معلقه صغيره شاي اهي. طيب الكمون برضو ربع معلقه شاي، نص معلقه شاي، ما نكترش. الزعتر حبيبي اللي بحبه الجميل، ماشي، معلقه كبيره اهي، معلقه شاي اهي بس هرميه. تاني حاجه بحبها في الاكل جدا الفلفل الاسمر، معلقه هرميه، معلقه شاي برضو بس هرميه. والملح، حطي معلقه ملح كبيره وقومي قلبي كل ده وسيبيها تغلي مع بعضها. وايديكم يا حبايب قلبي في التسبيكه، خلي بالك تسبيكه المحشي بتتسبك بسرعه. طبعا النار عاليه، ايديكوا كده اهو. خلاص. طبعا ما ننساش احنا كنا حاطين معلقه السكر. مجرد ما التسبيكه هتخش، الطماطم هتخش في التسبيكه دوقوها. عايزه ملح تمام، مش عايزه ملح خلاص. تمام. انا طبعا عشان تسبيكتي كانت جاهزه ومفيش فيها اي مجهود، انا كنت بس بنكهها باللي قدامكم. خلاص اهي شايفين التسبيكه لما تتسبك اهي تقيله كده اهو. اهم حاجه ايدكم فيها عشان ما تلسعش في الحله تحت. طب افرض لا سمح الله نسيتم ما خدتوش بالكم، التسبيكه اول ما تيجي تخش تتقل معاكم، وطي النار عليها شويه. طب التسبيكه لسعت من تحت وانت شميتي في حله جديده، حله من عندك نظيفه، وقومي قلبه، ما تعمليش بالمعلقه كده، هتقومي جايبه الحروقه وتمرر التسبيكه اللي على الوش. هتقومي جايبه الحله بتاعتك وبقماشه تقدري تمسكيها كويس وكبها في الحله التانية. هتلاقي الحله اللي فيها التسبيكه الشيطه لازق فيها، ما تقرب لهاش خلاص.
انا خدت الايه المهم. عايزه تزودي شويه صلصه ماشي، مش عايزه خلاص. تمام يا حبايب قلبي. كده تثبيتات بالنسبه لي، تثبيت الشوربه لازم تدوقي حدقها وتظبطيها برضو. اهم حاجه بقى في المحشي ايه؟ بصوا بقى يا حبايبي، الرز يكون متصفي خالص. تاني حاجه الخضره ما يكونش فيها ميه خالص. اذا الرز تغسلوه من بدري وتصفوه، تحطوه في مصفى. الخضره تغسلوها من بدري وتحطها في مصفى تانية تتصفى. قبل ما تخلصوا كل الكلام ده تكون الميه صفت من كل حاجه. تمام يا حبايب قلبي. دلوقتي بقى هنشوف هنحط الخلطة ازاي كلها على بعضها. خلي بالكم انا ما حطيتش خضرة، اوعوا يا بنات تحطوا الخضرة في التسبيكة. انا بحطها في طازة كله على بعضه دلوقتي، لان الخضرة لو اتحطت في التسبيكة ضيعت طعمها، ضيعت النكهة. دي نصيحة مني لكم حبايبي. قبل ما اعمل بقى كله على بعضه، بصلاية كبيرة اهو بخرطها خرط صغيرة ونشوف هنعمل ايه. يلا حبايب قلبي، خرطت البصلاية خرط صغنطوطة، شوية ملح صغنطتين خالص على يعني ربع معلقة ايه او نص معلقة شاي. خلاص يا حبايبي. بصوا معايا انا معلقة بالمعلقة اهو، مع اني بعمل بايدي على طول. مسح معلقة فلفل اسمر. تمام يا حبايبي. على طرطوفة معلقة الشاي، على طرطوفة المعلقة شوية كمون. وهنعمل ايه بقى؟ بصوا معايا بايدي كده اهو وادعك قوي، يعني بص بعزم ما فيكم كده اهو اهو. طبعا انا بحاول لان طبعا معلش ايه صوابع ايدي بس وجعني شويه. ماشي يبقى لكن بناتنا الحلوين وشبابنا الحلوين يدعكوا قوي كده اهو بعزم ما فيكم، تحس ان العصاره بتنزل معاكم اهي. خلاص قوي اهي معاكم خطوه بخطوه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصوا بقى معايا اهي. خلاص كده. أو أعمل إيه بقى؟ الرز أهو جنبي أهو، اللي هو طبعا إيه وشوية مية. خلاص أهو. أقوم حاطة إيه البصلة المدعوكة أهي. أنا ما كترتش الملح عشان إيه الصلصة متظبطة ملحها والشوربه متظبط ملحها، يعني بس للتنكيهه بس. بصوا معايا بدعك الرز اهو في الايه في المرته اللي انا عاملاها. بصوا الخطوه دي يا بنات وشبابنا المغتربين، دي بتنكه الرز بتاع المحشي. تمام. يعني عايزين تعملوها تمام مفيش، عشان انا عارفه ساعات ممكن البيوت تبقى ناقصه في البصل. مش انا بتكلم يعني معلش شبابنا المغتربين بيبقوا ظروفهم على قدهم، فعايزين تحطوا الخطوه دي ماشي، مش عايزين خلاص. تمام. اقوم جايبه الخضره. طيب البنات الحلوين بقى شويه الخضره اهو. انا بحب الخضره كتيره بصراحه، بس خلي بالك لما تيجي تحط الخضره لازم تعيني شويه خضره على جنب شويه حلوين. ليه؟ علشان خاطر افرض دلوقتي الرز خلص معاكي. تمام الكلام. الرز خلص معاكي ولسه عندك برنجان، لسه عندك كرنب عايزه تعمليه، لسه عندك فلفل ورق خس، ورق سلق، الحاجات دي كلها بتتحشى. هتقومي جايبه شويه رز غسلاهم ماشي، وانا برضو عاينه شويه تسبيكه، ما بحطش التسبيكه كلها. تمام. اجيب بقى شويه التسبيكه الموجودين عندي عينهم على جنب للحرص يعني، مع شويه الخضره، واقلب كله في بعضه واكمل بقى. طبعا لو عندك شويه باقيين احط شويه رز على قد ايه. جربي الاول كوبايه رز وما تكتريش. خلاص. اي خضره تتبقى منك حطها في كيس تلاجة واكتب عليها خضره محشي، والله ولا يجرى لها حاجه ابدا. تمام. هحط بقى الصلصه قدامكم اهو. انا طفيت عليها طبعا الصلصه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اهو.
ده كيلو رز يعني مليان شوية. طب كيلو الرز قد ايه؟ عشان بناتنا طبعا بيبقى عندها شوية الرز او شكاير الرز. كيلو الرز 4 كوبايات الا ربع. قولي اصل الربع مش مشكلة، قولي 4 كوبايات. 4 كوبايات شاي. ماشي يا حبايبي اهو. انا قلت عيني طبسية صلصة على جنب، شوية خضرة على جنب للاحتياط، واللي يتبقى حطيه في كيس واكتبي الاسم. خضرة محشي، صلصة محشي. بصوا بقى معايا، هحط بس ايه، دي حاجة خطوة اختيارية براحتكم خالص، بس انا حبيت احطها قدامكم. انا بحطهاش والله الا بتاعت التسبيكة يعني، التسبيكة شغالة، بس انا هحطها قدامكم ليه؟ علشان خاطر افرض دلوقتي بعد انت ما قلبتي الخضرة خلطة المحشي، لقيت الطماطم بهتانة شوية، اقوم اعمل ايه؟ بصوا معايا، ولا حاجة، الحلول موجودة. معلقة صلصة اهي، ماشي، او معلقتين مفيش مشكلة خالص، وقومي حطاها اهو. بس خلي بالك المعلقة تكون نظيفة وانت بتحطيها في الصلصة، اوعي تكون المعلقة مش نظيفة. وبقول تاني وتالت، الصلصة اللي تتبقى في البرطمانات قلبيها، اقلبيها كده اهو، وعينها في التلاجة كده، تمام. هقلب انا بقى كده اهو. طبعا انا بصراحة احنا بنقلب بايدينا، بس عشان طبعا اوعي تعملي العملة دي ايدك هتلسوع، لان الصلصة سخنة ملهلبة. ممكن تجهزي الحاجات دي كلها على بيات، وتيجي الصبح بايديكي بقى قلبي الدنيا دي كلها في بعضها وتبتدي تحشي. انا طبعا هفضل اقلب كده لغايه ما احس ان كل الخليط ده تجانس مع بعض، ونرجع لكم تاني. حبيبي طبعا رغم ان هي سخنه بس بحط ايدي، احنا الامهات القديمه على قديمه بنعمل كده. كل ما باجي اقلب من تحت اقوم بصي اعملي الحركه الدائريه دي. الحركه دي بتعملي ايه؟ بتدخلي الرز جوه الايه، التسبيكه بتاعتك اهو. بص معايا، طبعا ده سخن ملهلب، سخن جدا جدا، اضطر اعمل بالمعلقه اهو. وكل ما اقلب يا بنات احط المعلقه على جنب، وبايدي كده اهو، بكيلو بكفه ايدي ده اهي، والف حركه دائريه اهي، دائريه كده اهو، عشان خاطر الحركه اللي انت بتعمليها ده، شوفي تحسي ان كله بيقط في بعضه والرز بيدعك فيه الصلصه. ترجعي تاني تقلبي يمين وشمال اهو، ما سبتش مكان الا ما اقلب فيه وبحركه دائريه اهو. بصوا معايا اهو كده اهو، بالراحه، انا مش بدعك بهرسه اهو، بحركه دائريه كده اهو اهو. طبعا لو الخليط عندك بارد بتقومي جايباه بايدك من تحت لفوق، طبعا ده بيبقى احسن حاجه اهو. هو كده خلاص الحمد لله الخليط بتاعنا، اللهم صل على حضره النبي، تم. بص بقى معايا اخر حاجه، النقطه الاخيره يا بنات، حطي الرز بتاعك والخلطه بتاعتك في حاجه مسطحه، يعني صينيه، شايفين الصينيه اللي انا حاطه فيها حاجه مسطحه، عشان تقدري تاخدي وتحشي وتقدري تقلبي وكل حاجه تبقى ايه قدامك. خلاص يا حبايبي اهو، هنبتدي بقى نحشي الاول. اخلص ونبتدي ايه نشوف الحشو. حبايبي الحلوين، ايا يكن الحله عندك، حله كبيره حله صغيره، ماشي، نيجي نشوف الفرشه بتاعت الحله. اول حاجه شويه زيت، لان الزيت دولت الزيت بيحمل الحله. تاني حاجه عندنا فرشه، ما ننساش اللي هي الكوسه اهي، ماشي. طيب في فرشه تانية انا بحط لك جميع الفرشات اهو. لو انت عندك حسب الموسم بقى بتاعنا، عندك الطماطم رخيصة يبقى هتكتري من فرشة الطماطم. طيب عندك الطماطم غالية يبقى هتكتري من فرشة البصلة. ما هو انا مش معقول الحاجة تبقى غالية واحطها في الفرشة بتاعت الحاجة، تمام اهو. انا بأمن الفرشة بتاعتي
خلاص اهو كفايه كده. طيب ممكن احط ايه كمان؟ انا بصي معاكي في فرشه الحله للنهايه عشان تحطي كل اللي انت عايزاه. الخضره اللي احنا كنا مقطعينها وقلت لك ما ترميهاش، حطي شويه كده اهو. كل دي حمايه لقعر الحله. فاكرين ورق الكرنب اللي قلت لك هنفرش بيه اللي هو الدبلان اللي مش كويس وسلقناه؟ برضو اخده ماشي. طبعا انا بس عامله حله صغيره عشان بس اوريكم، وافرش ايه بيها الحله كده. تمام. حله كرنب، محشي ورق عنب، محشي برنجان وفلفل، محشي خس، محشي ورق سلق. امني القعر بتاع حلتك باللي انا قلتلك عليه. تمام. عندك خضره حطي، بس اوعي تحطي الخضره في الاول. اعملي البصله بالطماطم مع طبعا شويه الزيت، وقومي حطي فوقهم شويه خضره. ادي ورقه كمان المحشي اللي احنا مش عايزينها. خلاص يا حبايبي، نيجي نشوف بقى ايه ازاي نحشي ونلف ايه الورق. بصوا معايا، ورقه الكرنب احنا ما قلتلك ما نقطعهاش، خليها على حالها. بصوا معايا، انا هجيب الورقه المحشي بتاعها اهو. طبعا بقلبه تاني كده، لان طبعا انت عقبال ما جهزت الحاجه كانت بردت بقى معاكي اهو اهو. ومن باب الاحتياط يا حبايبي تدوقوا الرزايه كده اهو على طرطوفه لسانكم. لقيتوها عايزه ملح نحط ملح. انا قلت لكم ندوق الرزايه، انا ذات نفسي جيت ادوق الرزايه في بقي لقيتها شويه عايزه شويه ملح. طب احط شويه ملح قد ايه؟ انت عارفه معلقه الشاي مسح. وما تزوديش عن كده حتى لو محتاج. ليه؟ لان انت عندك الشوربه هتبقى حادقه وانت محدقاها، فهو مش محتاج. ده انا بس ايه رشرشه صغيره وبقلب اهو. معلقه شاي مسح اهو. ومش هدوق تاني حتى لو كان عايز، عشان انا عندي الشوربه اللي هسقي بيها مظبطه حدقها كويس جدا. تعالوا بقى ندص بقى معايا لورقه الكرنب. ما اجي احشي ورقه الكرنب حبايب قلبي، الخشنه هاتي بايدك كده، حسسي كده اهو على الورقه. العروق الخشنه خليها في الوش، العروق الناعمه تحت اهو. يبقى العروق الخشنه فوق، حسسي على ايدك كده هتلاقي العروق بتاعت الكرنبايه تحت ايدك اهو. هي دي اللي هتبقى تحت على ايدي اهي جوه اهو، شايفينها؟ بص معايا، عودوا نفسكم. شويه رز، انا هنضف ايدي عشان تشوفوا الرز اللي هحطه على ايدي قد ايه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شايفين شوية الرز؟ اوعي تكتروا الرز جوه الورقة. حبايبي بيسألوا بيفلق ليه؟ علشان انتي خدت شوية رز حلوين كده اهو، وقمت حطيتهم في الورقة كده اهو، وقمت مكلكعاهم كده اهو، عمره ما هيستوى معاكي. امال اعمل ايه؟ مش بكتر الرز حبايبي، لا. تاني بص معايا، شوية رز اهو، مش كتير، شويه صغيرين. انا بقولها لكم خدوا نصيحه مني اهو. شويه رز هم مش كتير والله، واحطهم. بص معايا الورقه فردها على ايدي اهي في نص الورقه كده اهو. بصوا افردها كده، لقيتها اهو شويه صغيرين اهو. بصوا معايا فردتها اهي. بصوا شويه الرز صغيرين فردتهم ازاي اهم. وابتدي اجيب ورقه الكرنب، بص معايا اتنيها كده اهي. مجرد ما تنت نصها كده، بص معايا بصوابع ايدك دي، شايفين؟ قومي مدخله، ازنقي ازنقي كده بصوابع ايدك. يعني طبعا ايه انا بوريها لكم، لكن انا ايدي هتبقى شغاله كده. شايفين صوابع ايديكوا تزنق دي اهو. ازنق والف صوابع ايدي تبقى زنقه كده اهو، تخش هنا ازنقها كده اهو. بص معايا، اشد الورقه لبره كده اهو، ادخل ايدي جوه هنا اهو، ادخل ايدي جوه هنا اهو بالراحه والف اهو اهو. طيب انا لسه ما قلتلكوش عدد اللفات، انا بس بوريكم التجربه الاولانيه. واقوم قطعه اهو. بص معايا
تنضفي الورقة بتاعتك كده اهو من اي رز عليها. ليه؟ علشان الرز اللي حوالين ده اهو يعجن بعد كده ما يجي يستوى. اهو نضفت الورقة. بص معايا في الحلة الصغنطوطة بتاعتي اهو، هرصها كده اهو. رصتك دي بص معايا، اعملي دواير 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 صف فوق بعضه، بس اهم حاجة ما تخليش الكرنب يوصل لغايه هنا، انا عايزاه لغايه هنا اهو. بص معايا لغايه هنا بس، حلتك لغايه هنا اهو. طيب تاني، انا هعين الورقه ديت لانها ورقه صغيره وانتم مش هتتملكوا منها، خليها كده اهو. ناخد ورقه تانية. بص معايا انا ما قصقصتش بطول الورقه اهي. تعالوا معايا تاني، الورقه احسس عليها كده واحسس كده. الورقه الناعمه اهي تحت على ايدي، مرميه على ايدي، الورقه الناعمه مرميه على ايدي اهي. الورقه الخشنه في الوش اهي، الورقه الخشنه اهي. ليه؟ ليه بعمل الحركة دي؟ عشان ما تيجي تقطمي المحشية تحس بالنعومية اللي هي تحت دي. يبقى الخشنة دي اللي هحط عليها الرز. تاني، ايدي نضيفة اهي، اقوم حاطة بص معايا شوية الرز، كرة رز اهي، بص كلكعتها اهي شوية صغيرين اهي، واقوم حطها في نص الورقة كده. حلو الكلام. وافردها اهي، افرد الرزاي. حسيت ان المنطقة دي عايزة شوية رز، فتفوتة اهو والله، فتفوتة اهي اهي، فتفوتة اهي، واقوم حطاها كده اهو. الورقة يا حبيبة قلبي مش بكتر الرز، شوية الرز اللي انت مستقلية بيهم دولت هينفشهم وهيملوا الورقة بتاعتك فيما بعد. اهو شايفين اهو، سويتها اهو. اعمل ايه؟ انا طبعا سايبة هنا حتة ورقة لبره اهي، ورق حتة ورقة حلوة اهي، اقوم تانيها كده اهو على الطبقة بتاعتي. تانتها صوابع ايدي ده اهي الاربعة دولت بيخشوا هنا اهو. بص معايا، بزق ادخلها وازق على بره والف، ادي اول لفه. صوابع ايدي تخش هنا كده اهو بالراحه، وازق على بره واتني، ازق على بره واتني. احنا لفينا اول لفه اهو، تاني لفه، تالت لفه، رابع لفه. كفايه 4 لفات. لو لقيت الورقه معاكي مهريه ولا حاجه هنرقعها. هنرقعها ازاي؟ هوريكي برضو. بص معايا، بنضف الورقه بتاعتي من اي رز وابتدي احطها في الحله. خلاص. طيب عايزه اشوف ورقه بس كده عايزه تترقع، علشان خاطر يا حبايبي انا والله بدور لكم. طيب بصوا معايا، هعتبر دي مع ان دي ورقه ما هياش مرقعه ولا حاجه، بس هعتبرها ورقه زي دي. الورقه عندك استوت والورق بيقطع منك. هنرقعه. هنرقعه ازاي؟ اجيب ورقه شديده وعافيه وقويه، تمام اهو، تمام، واقوم جايبه حته الورقه الدبلانه، ما انا مش هرمي حاجه، حته الورقه الدبلانه دي واحطها في النص. الورقه المقطعه منك اللي مش عارفه تعمليها، هاتي ورقه عافيه وقويه وحطها، والورقه الدبلانه اللي بتقطع منك ده اوعي ترميها، حطها في نص الورقه الشديده. وعادي ونلف ونعمل كل حاجه. لفه كمان مره. طبعا احنا قلنا بنبتدي بالصف الاخضر، بنبتدي بالصف الايه الاخضر، بعد كده نخش على الابيض. اعملي صفين خضر وبعد كده خش على الايه على الاخضر. طيب تعالوا معايا بقى كده. بص الورقه انا ما قطعتهاش اهي، على طولها، على طولها اهي. ليه؟ انا اللي هتحكم فيها في القطعه بتاعتها. تاني مره اخيره يا حبايبي، طبعا انا بمسك الورقه حسسي عليها. الورقه الخشنه خليها تبع الرز، الورقه اللي لا احس بعروقها اخليها فيها الرز اهو. بص معايا، كرة رز اهو، ما تحطهاش على حرف الورقه، لا هسيب ايه فاصل من الورقه كده عشان هتني اهو كده اهو. حطيت الكرة، ابتدي ايه اوزعها كده اهو، افردها، اوعي تسيبيها مكلكعه، افرديها اهو اهو، بفرد اهو. خلاص فردتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اتني كده بصوابع ايدك الاربعه تاني
خشي هنا اهو كده اهو، وقومي خشي وزقي على بره، خشي وزقي بالراحه وما تخافيش اهي، والله ما هتفلت منك اهي. ادي تاني لفه، ادي تالت لفه. بص معايا صوابعك اهو، رابع لفه، 4 لفات اهم، عايزاهم 5 لفات تمام، ما يهمكيش. وبايدك كده اهو، شايفه ضوافر ايدك من هنا اهو، تقومي قطعه كده اهو، خلاص اهو، شايفين اهو. وتنضفي ورقتك كده اهو من اي رز وتحطيها في الحله بتاعتك. خلاص ان شاء الله هخلص واقول لكم الميه التمام الشوربه التمام اللي هتحطها في الحله تسوي بها المحشي. يلا نخش على البرنجان، يلا نخش على البرنجان. بصوا حبايبي، انا دلوقتي البرنجان اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بجيب كده ايدي اهي، بصوا معايا بصبعي، شايفين صبعي؟ شويه الرز اهو، البرنجانه دي بركنها على كفه ايدي ده اهي، ركناها اهو. بص معايا بصبعي كده التخين ده اهو، بدخل اهو، شايفين اهو، واحده واحده اهو. طب انا مش عارفه اتحكم كده يا ماما غاده، اهو حط شويه وبصبعك كده، بس مش عايزاكي تتفسي قوي اهو اهو. بص بقى اعمل ايه، انا ما دفستش قوي، لانك انت لو دفستي بعد الشر بعد الشر يكلكع يكلكع، وانت ما سبتش هوا يبتدي يفلق منك. اعمل ايه؟ على الهوا اهو، اضرب كده، شايفين القعريه بتاعت البرنجان اللي تحت دي؟ اضربها على كفه ايدي كده اهو. ليه بضربها على كفه ايدي اهو؟ علشان اي رز ينزل براحته وبسلاسه، مش اعمل بصبعي كده وادخل، ده مش بمبار. طيب كمان مره، بصوا معايا لسه في شويه هم اهم، واضرب، بصوا اهو، اضربها على كفه ايدي، اضربها على كفه ايدي تاني، افضل احط كده اهو، وانا هقول لكم المساحه ايه. هم. بصوا بقى معايا، انا قربنا اهو، بصوا بقى الرز هيبقى فين. انا عايزه الرز يوصل لغايه المنطقه ده اهي، شايفين المنطقه ده اهي. طيب انت مش عارفه، اعملي كده، شايفين البرنجانه بايدك كده اهو، اضغطي ضغطه بسيطه، ضغطه بسيطه، ضغطه بسيطه، ضغطه بسيطه، ضغطه بسيطه اهو. خلاص انا عايزه الرز يوصل لهنا اهو، هنا اهو اهو، اخبط بس كده، الرز يوصل للمنطقه دي. ليه؟ ما تنسيش ان الرز بينفش وبيطلع وبيزيد، فيبقى ليه مساحة تهوية ان هو يطلع فيها، ما يبقاش مكتوم، والله يطلع يغرق لك الدنيا ويعجن الدنيا. تاني يا بناتنا، سيب المسافة دي فاضية فاضية، واوعي تتفسي بصبعك كده، انا بقول حط شوية واضرب على ايد، احط شوية واضرب كمان مرة اهو. برنجانة اهي، شوية واحط اهو. انت مش عارفة تعملي بصبعك ده كده، اعملي بصبعك ده اهو. اوعي تدخلي سكينة تدخلي بيها او ظهر معلقة، غصب عنك ممكن يشرخ منك اهو. حبة كده اهو على كفة ايدي، واميل ايدي كده اهو، واحطهم كده، احاول ادخلهم بصبع التخين. ما بتجيش من اول مرة يا بنات، من واحدة واحدة. لو حسيت ان الرز وقف معاكي هنا، بصوا معايا، اقوم خبطة كفة ايدي اهي، اخبط البرنجانة كده خبطة بسيطة كده، الرز ينزل لجوه، ادخل تاني. طب ادخل على كم مرة؟ على 3 مرات، في تالت مرة بتدخليها اهو. شايفة الرز؟ شايفة الرز اهو، وصل لغاية هنا، وصل لغاية هنا، شايفين؟ سيبي البرنجانة لها تهوية، اوعي تمليها لتمة عينها اهو. شايفين الرز اهو. طب افرض اتملى، هاتيها بصبعك كده ونقصي،
خلاص. وطبعا عودي نفسك تنضفي البرنجانة كويس من اي رز حواليه. وضع البرنجان براحتك، عايزة تنيميه فوق بعضه ماشي، عايزة توقفيه كده برضو ماشي. طيب نيجي للكوسة. الكوسة زي البرنجان بالظبط اهو، نفس الوضع، بس الكوسة ايه هتترخم معاكي عشان حلقها بيبقى ضيق. فانا اعمل ايه؟ اخبط على طول اول باول، كل ما احط حبة اخبط عشان انزل، لان الكوسة بيبقى حلقها ضيق. احنا قلنا بنتخن الجوانب. بس خلي بالك وانت بتضربي على الكوسه ما تتعافيش عليها، علشان ما تتفتحش منك من هنا، اصلها يعني رقيقه وطريه اهو. بالراحه كده اهو اهو. في تالت مره بحط فيها الرز اقوم خبطه خبطه بسيطه كده اهو، عشان اتاكد ان هو ايه نزل جوه، ما ادخلش بصبعي وادفس اهو اهو يا حبايبي، خبطات بسيطه. بصوا معايا، شايفين الكوسه مسافه اهي، ما ملتش لتمة عينها اهي. زي البرنجان سيبي مسافة عشان الرز لسه بيزيد. خلاص يا حبايبي. نيجي للفلفل، نفس الموضوع، الفلفل زي البرنجان زي الكوسة اهو جوه كده اهو. سهل البرنجان بقى يعني بصي عسل، بياخد منك ما يقولكيش لا اهو. واقعد اهز كده في البرنجان اهو، ده بياخد بقى. الفلفل اهو يا حبايبي اهو، شايفين الفلفل اهو، خبطه صغنطوطه كده. الفلفل يعني قلبه كبير من جوه ما يقولكيش لا اهو. كل شويه سواء برنجانه او كوسايه او فلفلايه حطي واخبطي. بس الفلفل بقى ايه، بصوا معايا، على 4 مرات او 5 مرات على حسب بقى الفلفلايه اللي معايا دي كبيره. ببص كده اهو، يعني عايزه همسه هسه. ليه؟ لان قلبها يعني ما شاء الله كبير. هسه انا حطيت يعني ايه ده فتفوت اهو، فرقت هي ما فرقتش والله، بس يعني اهو. بص بقى معايا قلب الفلفل فاضي ازاي، الفلفلايه لغايه هنا اهو اهو. سيبي المساحه دي، وصلي الرز لغايه هنا. كل ما تسيبي مساحه في البرنجان والفلفل والكوسه الحاجه تستوي معاك. اهم حاجه كل حاجه تنضفها بايدك من غير رز. خلاص. لا اما طبعا انا هاتي معاكي طبق تحطي فيه الحاجه وبعد كده ترصي على اقل من مهل معاكي الحله. لا اما ترصيهم فوق بعض كده اهو نايمين في الحله، لا اما عايزه توقفيهم كده اهو وقفيهم براحتك خالص. طب الميه او الشوربه بتاعه الكوسه والبرنجان ازاي؟ بصوا معايا، لو انت هتوقفيهم كده خلي الميه، بص كده انا عايره على البرنجانه، ما تحب تحط الميه عايره على البرنجانه. هتحط الشوربه بتاعتك، شايفين البرنجانه نص البرنجانه يوصل لها الشوربه، ده لو انت موقفاها نص البرنجانه اهو. ما تزوديش عن هيستوي والله هيستوي، ما تزوديش. ليه؟ خلي بالك انت حاطه فلفل وحاطه كوسه، والكوسه والفلفل من الخضروات اللي مليانين عصارات مائيه، فهينزلوا ميتهم فهيساعدوا على السوى. علشان كده نص البرنجانه لغايه هنا ميه اللي هي الشوربه. طب افرض انا نيمتهم ورا بعض كده اهو، بص معايا وانا برصهم في الحله، نيمتهم كده. الميه لغايه فين؟ لان انا بصراحه مش هعمل ميه البرنجان دلوقتي. اوعي تغطي عليهم بالميه، خلي الميه، بص معايا انا هعتبر دي الحله، خلي الميه جوه لغايه هنا اهو، ما تغطيش عليهم ولا تخلي الميه انت شايفاها، لا الميه تحت شويه. تمام. بس خدها نصيحه مني، يعني انا بصراحه عمتي الله يرحمها وامي الله يرحمهم كانوا بينيموا المحشي. انا بستفاد برضو من اللي حواليا. لما اتجوزت شفت حماتي بصوا بترص البرنجان واقف كده على حرف الحل هو والفلفل، ترص هما واقفين كده، تفضل طبعا على قد ما الحله تاخد ويفضلوا واقفين كده اهو.
طبعا انا بحب التجارب كلها، فعرفت بقى ايه. تيجي تحط الميه وهم واقفين، قلت لك البرنجانه واقفه اهي، الميه نصها هنا اهوت، وهيستوي معاك وهيبقى زي الفل. سواء ميه، وهوريكم بقى ميه الكرنب، شوربه الكرنب هوريها لكم. بس ايا يكن، اول مره هنحط على النار لازم النار تكون عاليه. عنا على المحشي برنجان فلفل، مجرد ما شرب الميه يخلي النار يعني سهرايه سهرايه كده. ماشي، هنخلص ونرجع لكم. حبايبي الحلوين، هنحط الشوربه اهو. بصوا معايا قبل ما اعمل اي حاجه، بصوا معايا شوفوا الحركه دي، سواء في حله كرنب، حله ورق عنب، ورق خاص سلق. بصوا معايا الهزه دي كده، ما تخافوش وانتوا بتلفوها. ليه؟ شفتوا الميه نقصت لجوه ازاي اهو، عشان الميه تتخلخل بين الورق وبعضه وبين اللفات وتخش لجوه. طيب كده خلصت؟ لا، ايه الميه المظبوطه؟ غطي الوش، مش هيعجن والله، ما هو معجن. في ناس بيعملوه يضبط كده، شايفين الميه اهي سطر كده. انا بقول لك لا، وبقول لشبابنا المغتربين لا، غطي الوش. ليه بقى؟ لان ممكن ورقه تخينه، ورقه عروقها جامده. بصوا معايا اهو، لسه حبه صغيرين، مش هزود عن كده، نقطه، ده نقطه بس اهو. بس شايفين الوش اهو، شايفين الوش انا غطيت عليه ايدي اهي، شايفين ايدي اهي، والله ما هيجرى له حاجه. اصل الناس ممكن تقول لي هيعجن، والله ما هيعجن منكم. غطي الوش اهو، ما تغرقهوش ميه اهو اهو. تمام، خلاص هعلق على النار، على نار عاليه جدا طبعا. بس نصيحه مني عشان تسرعي في السوي، خلي الشوربه اللي في الحله دي كانت تبقى مغليه وسخنه. مجرد ما تحطيها سخنه، بس انا ما رضيتش طبعا احطها سخنه علشان خاطر اوريكم انا بعمل ايه اهو. خلاص، مجرد طبعا انا هغطي عليه، علي النار عليه على المحشي، سواء اللهم صل على حضرة النبي، كرنب، سلق، ورق عنب، علي النار عليه. مجرد ما يغلي ويبتدي يشرب ميته، انا مش هستنى لما يشرب ميته خالص، مجرد ما شرب ميته ونقصت خالص وطي عليه سهرايه، سيبيه بقى مع نفسه، سيبيه مع نفسه حوالي لو الحله كبيره عندك قيمه ساعه. خلاص، وطي عليها خالص، هتتكمر مع نفسها وتتسوى نفسها وتبقى زي الفل. ماشي يا حبايب قلبي؟ طيب اخر حاجه بقى قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا، شبابنا المغتربين بيشتغلوا دايما بحلات الضغط. ما تيجي تشتغل لحبايب الشباب ولادي المغتربين، لما تيجي تشتغل على حلة الضغط ما تحاولش تخلي الكرنب على الوش، لا، ابتدي الاول الكرنب تحت وغطي عليه بالبرنجان والفلفل، لو هبقى عندك برنجان فلفل كوسه. طيب الميه بتاعت مقدار حله الضغط قد ايه؟ والله حله الضغط ما بتحتاجش ميه، حط لها كوبايه شوربه. طيب ما عندكمش شوربه، اعمل شوربه على ايديكم. قلنا شويه ميه عليها مرتة بصله مع 3-4 مرقه دجاج، ملح وفلفل وكمون، ويغلوا كوبايه شوربه وحطها، هتستوي. طبعا هي حله ضغط، ليه؟ يدوبك بس شويه ميه هتطلع البخار. وطبعا طب مجرد ما تلاقي الصفاره اشتغلت، سيبها قيمه نص ساعه وقوم موطي عليها، او اقل من نص ساعه، يعني حوالي مثلا ربع ساعه بالظبط. سمعت الصفاره بعد ربع ساعه وطي على حله الضغط وسيبها بقى. طب اسيبها قد ايه؟ بمعدل قد ايه؟ فوق الساعه، ساعه الا ربع،
ساعة الا ربع هتلاقي المحشي بتاعك زي الفل. بس ما تكترش السوائل، لان حلة الضغط ما بتحتاجش لا اما كوباية الشاي اللي هي فيها شوربة، لا اما نص كوباية الشاي، والله مش ازيد عن كده. وكذلك بناتنا لو حاولت تعمل على حلة الضغط، اوعي تكتري السوائل في حلة الضغط. حبايبي، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، يا رب تكونوا حبتوني، وارجو الاشتراك في القناة والدعم بتاعي. ماما غادة، ربنا يخليكم يا حبايبي. باي باي.